شد الذراعين او الارم ليفت عمليه مهمه للناس اللي بتعاني من ترهلات كتير في الذراعين وبتسبب لهم مشاكل كتير في اللبس. انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام. النهارده هنتكلم معاكم في الفيديو عن موضوع تجميل الذراعين. الذراعين من الحاجات اللي الناس كتير بتهتم بيها وبتفرق معاها في اللبس. لو انا عندي ترهل كبير في الذراعين سواء دهون او جلد بيأثر عليا في شكل اللبس، ممكن يخليني مش عارف البس لبس معين، مش عارف اروح مناسبات اجتماعيه. بالنسبه لنا موضوع تجميل الذراعين بنقسمه على حسب. لو انا عندي دهون زياده في منطقه الذراعين والجلد مشدود والكواليتي بتاع الجلد كويسه بنعمل شفط دهون بس. لو انا عندي المرحله الثانيه عندي دهون زياده وترهلات في الجلد بس بسيطه بنعمل شفط دهون وبنشد الترهلات البسيطه باستخدام جهاز الفيزر او الجي بلازما. طيب لو انا عندي الدرجه الثالثه ان انا عندي ترهلات عنيفه نتيجه الاشخاص اللي هم فقدوا وزن كبير سواء بالدايت او بعمليات التكميم، مفيش حل في الموضوع ده غير ان انا اعمل شد للترهلات دي. الجرح بالنسبه لنا على حسب، لو ترهلات في الجزء العلوي بس او الثلث الاول من الذراع بيبقى الجرح ساعتها عرضي مخفي تحت الابط. لو الترهلات بطول الذراع كله يبقى ساعتها احنا بنعمل جرح طولي بيبقى مخفي بطريقه كويسه في الذراع من الداخل، بيبدا الجرح من اول الكوع لحد اسفل الابط. طيب الدرجه الرابعه ودي الدرجه الاعنى، ان انا عندي ترهلات عنيفه جدا في الذراعين، جلد مترهل وعندي في نفس الوقت دهون عنيفه. فدي ساعتها بنقسم العمليه على مرحلتين. اول حاجه بنخير البيشنت ان هو يا اما يعمل شفط دهون او يخس بطريقه معينه، ويجي لنا بعد مرحله ثانيه احنا بندخل نعمل شد ترهلات. يعني يا اما هو بيخس الاول وبيجي لنا بعد 3 شهور لما بيثبت على وزن معين بنشد الجلد، او احنا بندخل في الاول نعمل شفط دهون وبعد 3 شهور بندخل نعمل شد للترهلات. جرح الذراعين من الجروح اللي بتبقى مخفيه بعنايه بنستخدم مراهم وكريمات وفراكشنال ليزرز بحيث بعد كده ان الاثر بتاعه بيبقى بسيط جدا، بيبقى مخفي في الجزء الداخلي من الذراع. لو عندك اي مشكله او اي استفسار وحابب تستفسر عن ترهلات الذراعين سواء شد او شفط ابعت لنا واحنا نقول لك العمليه الانسب بالنسبه لك.